الريموت فيه مشكله وما بيقلبش على زرار معينه، كله شغال ما عدا مثلا الباور. فانا فتحت الريموت دلوقتي، بصوا معايا وهوريكم، يا رب تجيب معاكم. بصوا التراب يا جماعه والطينه والحاجات من كده اللي في الباور، شايفينهم؟ يعني ادي اتنين اهم. احنا دلوقتي عايزين نمسح، فانا بجيب اي حاجه يعني لو برفان او اي حاجه تمام، او جايب حته زي كده او منديل وبمسح مكان الريموت زي ما حضراتكم شايفين اهو. انا كنت جايب لها دلوقتي اهو، بصوا يا جماعه بيطلع ايه معايا، بيطلع سواد اهو اهو، تونر او بنزين. مفيش عندك اي حاجه عندك في البيت برفان اي حاجه، بصوا يا جماعه اللي طلع منه اهو، وشك جامد كده لحد ما اشوفه نضف قدامي بقى زي الفل، مفيش مشكله فيه دلوقتي. وهقلب الريموت واركبه معايا، هتلاقيه اشتغل معاك زي الفل مفيش مشكله. ده كان فيديو سريع كده عشان اعرفكم بس ايه المشكله في الريموتات، عشان كتير من الناس بيرميها وتبقى الريموت الاصلي ريموت زرار وقف معاك، زرار وقف معاك، بيعلي وبيوطي وشغال. هتجيب حته صغيره كده ولا منديل وبرفان وتشيل الوش ده بالراحه، وتيجي على البورده تروح عاطيها سنه كده رشه، وتمسح البورده كلها من اولها لاخرها، هتلاقيها طلعت معاك سواد غريب الشكل قوي كده، بيبقى طينه، بيبقى عوامل من اللي موجوده في البيت. هتلاقي يرجع يشتغل معاك الريموت زي الفل 100 100. نكمل الصيانه في الشاشه بقى، وصلنا عندنا.